انا بحب الشناوي جدا، مم. بس في احد الاشخاص دخل النادي الاهلي مفاهم الشناوي. اول مره اقولها لك ان انا اما يبقى فيه هجوم على الشناوي انا السبب، وانا اللي بكلم المذيعين، وانا اللي بكلم مش عارف بتوع الصفحات، وانا اللي بكلم مش عارف ايه والحاجات دي كلها. اول مره احلف لك في البرنامج اهو وقسما بجلال الله عز وجل ان الشناوي بالتحديد لا يمكن ان انا افتح بقي باي كلمه انتقاد لي. تخيل بقى، يعني انا اخبط في مصطفى او احمل مصطفى هدف وما احملش الشناوي خالص خالص. ما هو ده اللي حير الناس يا كابتن وحيرنا كلنا. ليه؟ انك انت في قناه الاهلي وبتقول ان حد جوه الاهلي ولا بقول لك هنا اهو قناه الاهلي ولا قناه الترسانه، هقول الحقيقه يعني. انا فاهم، بس ده مش سيستم الاهلي اللي انتوا عاملينه. ماله السيستم؟ يعني سيستم الاهلي اللي انتوا عاملينه قصه معروفه، قصه واضحه للجميع وملهاش لازمه، واصلا ما يصحش انها تبقى موجوده على الاطلاق يعني. ولا قصه صعبه يعني. لا هتلاقي تعبيرات وش حتى بقت مش كويسه يعني. لا ما تنفعش. طب وانت حضرتك ما اتكلمتش مع الشناوي عن قرب؟ لا انا ما بروحش النادي، ما بروحش اخد الكوره الا قليل يعني. بس لما بروح نتقابل انا مره بس قلت له يا شناوي اللي بقوله قدامك هو اللي بقوله من وراك. السلام عليكم. بس هو بقى يصدق هو ما يصدقش، هو يثق هو لا يثق، طبعا دي حاجه بتاعته. دي بتتاثر في علاقه الشناوي بمصطفى؟ لا مصطفى بيموت في الشناوي، بيحب الشناوي.